نسمع 120 وبنسمع 60 نسمع 40، ده كله ليه؟ طبعا يا اصدقاء احنا النهارده في اسطنبول في منطقه امنونو، ان شاء الله هنكتشفها ونحاول ان احنا نصور لكم كل حاجه، فما تنسوش انك تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه. تعالى هنعمل جوله بسيطه جدا في امنونو، ان شاء الله جوله جميله بسيطه ولكن جميلة. ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه، ان شاء الله مستمرين ان احنا نظهر لكم جمال اسطنبول. ايوه عايزين نصور مع احمد في احمد جديد دلوقتي. في داخل السلطان احمد بتلاقي منابع ميه زي ما انتم شايفين كده، بتكون صالحه للشرب كمان. هي حوالي 10 منابع ميه بيكونوا صالحين للشرب. تعال ايفونات. لا والله زي ما انتم شايفين كده في اي معلم هنا سياحي بيكون طبعا موجود اللغات الكتير، منهم بيكون موجود مثلا زي التركيه، ودي انجلش، ودي الانجليزي، وده طبعا بيكون عربي، لان هنا برضك يعني سبيل الماء الالماني، يعني حتى العربي يعرفوا يقروا. زي ما انتم شايفين معانا الرموز المصريه في كل مكان على الارض، وده انا بفتخر بيه. عندنا هنا الرموز المصريه زي المثلثات دي موجوده منتشره كتير كتير جدا، وهي اصلها ايجيبسياني. اللغة دي ده معصر ده خير البنات اللي هو انا ما اعرفش يطلع ليه يا عم، والله ما اعرف. زي ما قلت لكم يا جماعه ان احنا دلوقتي دخلتنا في مسجد السلطان احمد. مسجد السلطان احمد زي ما قلت لكم يا جماعه ان زي ما احنا شايفين في كل مكان اسري بيكون باللغه العربيه والتركيه والانجليش. مسجد السلطان احمد المسجد الازرق. عظمة جوه لسه شنو فوقي كده. شباب دلوقتي جولتنا داخل مسجد السلطان احمد، تعالوا بينا. بجد قطعة من جمال المسجد بتشييد العمراني الجميل زي كده بالظبط. كان بيحصل تجديدات. المسجد ده تحفة من جوه يا جماعة، فعشان لو انت كملت لحد دلوقتي في الفيديو او عامة في الفلوج ده، فما تنساش انك تدعمنا عشان استمر يا كبير. وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج غربة القلب الشديد، وكم أمر تساء به صباحا
وتأتيك المسرة بالعشي. اجمل الحاجات اللي موجوده هنا في تركيا وهو الاهتمام بالمساجد. الاهتمام بالمساجد بيكون حاجه جميله جدا، وبرضه من الاولويات انك تخش المسجد هنا لازم تخش بالشراب. معرفش بقى بتسموه ايه في البلاد العربيه الثانيه، ولكن ده حاجه اجباريه هنا. وصراحه انا بشوفها ان هي حاجه نحترمها وحاجه بحيث نحافظ على النظافه، وزي ما انتم شايفين دلوقتي بقى هنخش المسجد. هيا بنا يا اصدقاء. معايا يا جماعه الجمال اللي موجود في المسجد ده، حاجه صراحه بتحس انك في قدسيه كده جميله مع ربنا عز وجل. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، احنا دلوقتي حالا داخل مسجد السلطان احمد، وهو المشهور بالمسجد الازرق. طبعا هنا في كم كبير من السياح بيكون موجود هنا داخل المسجد، وكمان بيكون متوفر لهم يعني الملابس للتغطيه عامه ان هم يخشوا المسجد، وكمان يجب عليك انك تقلع اللبس او الحذاء بتاعك بره المسجد، فدي برضه نخلي بالك منها. والمكان صراحه فيه يعني قدسيه جميله انك تتعبد هنا، وسبحانك يا رب يعني احنا بنتامل في الجمال العمراني بتاع المكان. بيكون هنا السياح اللي هم مش مسلمين طبعا، وعندنا مكان مخصص للصلاه، اللي عايز يصلي بيخش هنا عامه او المسلمين، ولكن السياح برضو اي جنسيه او اي ديانه بيكون واقف بره هنا بيتفرج على الجمال الموجود في المسجد، لانه صراحه حاجه جميله جدا، يعني مشرفه جدا كوننا مسلمين ان احنا نعمر ونبني. وشكرا جمال، يعني نشكر بجد اي حد ساهم في بناء المسجد. ما اظن بص عليك برضه كده كده. انا حاجه روسيا دلوقتي يا جماعه احنا متجهين لمسجد آيا صوفيا. ده المسجد ده قبل ما كان يتحول طبعا كان كنيسه، ولكن حالا دلوقتي الدخول بتاعه ب $100، يعني عشان اخشه لازم اجيب كارت حسن. بصوا يا جماعه، لو احنا نبص على الجمال اللي موجود في المكان ده بجد مكان يرتاح فيه النفس. دلوقتي طريقنا متجهين للبحر ومتجهين للسوق المصري. دلوقتي يا جماعه انا عايزكم تعرفوا ان الدخول بجد لآيا صوفيا، مسجد آيا صوفيا ب $100، وده المتحف كمان بيخشوه تقريبا ب $20. فهي الحاجات دي كانت مجانيه، ولكن للاسف دلوقتي ياما شكلي حبي فهو في كل مكان يا ابني، والله ما عارف.
ايه دلوقتي هنخش السوق المصري. السوق المصري يعني مصر مشرفانا في كل مكان. هيا تعالى. ده طبعا بيكون عباره عن سوق شرقي فيه مثلا حلويات وفي بخور وفي عطور وفي زيوت، تقدر مثلا تجيب منها اي حاجه مثلا هدايا وانت راجع مصر. فدلوقتي هنخش وفي اكل برضه جعان. تعال طبعا السوق بيشمل ان هو يبقى فيه ده سوق الذهب، في سوق طبعا للعطاره، وفي سوق اغلب اللي هنا برضه طبعا بيكون في كل محل الاغلب بيكون في واكل عربي. لو ياكل مثلا هنا بيكون طبعا مشهورين ان هم هنا بيعملوا توابل، بتكون التوابل طبعا جميله زي الشاي زي اي حاجه توابل. هنا برضه في قسم مجوهرات. بصراحه القيمه مش في قيمه السوق، القيمه في المكان ذات نفسه وجماله يعني. من معاملتهم مع العرب كتير اتعلموا الربع العربي وكده. مساء الفل يا غالي. واحد مصري معانا اهوت الله يبارك له. يعني زي ما قلت لكم دلوقتي ان احنا ماشيين في شارع المصريين. اهو يا معلم حبيب قلبي الله يعزك. ايه؟ سوري مصري؟ عربي. احنا دلوقتي على البحر، يعني منظر جامد. وهوريكم دلوقتي الفافكم شويه لفات حلوات. ده طبعا ده برج جلاله اللي احنا هنعديه عشان نروح برج الهيك ده. مرحبا بالبسفور. طبعا لنهايه الفيديو هنا برضه احنا طبعا لسه هناخد جوله في برج جلاله، فما تنساش انك تدعمنا لان والله اتهريت مشي ومشيت كتير ورجعت بتتكسر. فده طبعا بحر، وده طبعا لو انت عايز تركب جوله في البحر هنا بتدفع لنا التذكره طبعا وبتاخد جوله. يعني الناس اللي جت تركيا هنا ومفكراها بلد شغل او كده بيدفعوا فيها مبالغ جامده جامده جامده، مثلا 100 نسمع 120 وبنسمع 60 نسمع 40. ده كله ليه؟ ده كله طبعا غالي. هتيجي هنا طبعا بعد شهر هتكون اقامتك انتهت، اللي هي اقامه طبعا هتكون شهر اللي هي السياحيه. فمش بنصح حد ان هو يجي يكسر هنا لان الحكومه برضه في كل مكان. اي نعم ساعات بيسوقوا المصريين ولكن بتكون مهدد، يعني يجيبك هيوديك ازمير هيوديك مش عارف فين عشان تشتغل. فانت عايز تجتهد وتيجي هنا اجتهد مع نفسك. لو انت متخطى سن ال20 ممكن انك تمشي على حساب بنكي وتقدم مع نفسك، ده كله مش هيكلفك 25,000 جنيه.